يا سلام بقى على طبق الفول بالصلصة، يا حاجة كده بقى تحفة. يلا بينا على الطريقة. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها، وحشتوني كتير 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 من رمضان، وان شاء الله نستأنف فيديوهاتنا ويا رب تحوز على اعجابكم. طبعا احنا خارجين من رمضان بقالنا حبة حلوين، فطبعا نفسنا جاية بقى على حاجات الحرشة، الاكلات اللي هي ايه بتأكل. طبعا هنعمل النهاردة أكلة معظم الناس بتحبها، اللي هي ايه؟ الفول بالصلصة. الصلصة الفول اسكندراني زي ما تقولوا بقى. احنا دلوقتي هنعملها أكلة اقتصادية وموفرة وبتفتح النفس. ناس تحبها تاكلها في الفطار، ناس تحب تاكلها في السحور في رمضان، ناس بتعملها كغدا مع بطاطس محمرة وجبن. يلا دلوقتي نشوف الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. دلوقتي بقى معانا المكونات بتاعة الوصفة. احنا كنا عاملين قبل كده الفول المدمس في القناة، اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه. احنا كده عاملين الفول، هنبقى من اوله لاخره. كيس فول معانا هم اللي احنا كنا مفرزينه، ومعانا طماطمية كده متقطعة مكعبات، وكم فص ثوم، معانا بصل مفروم، معانا شوية فلفل اخضر وشوية خضرة، معانا ملح معانا ملح وكمون وحبة كزبرة مطحونين، ومعانا معلقة واحدة بس من الصلصة. يلا بينا على الطريقة وعلى البوتاجاز. هنا في طاسة حبة زيت كده على النار، ننزل بالبصلة، هننزل بحبة الفلفل الأخضر، نقلب، ننزل بفصين الثوم، هننزل بمعلقة الصلصة، هنبدأ ننزل كده بالطماطم المكعبات، وهنقلب تقليبة لحد لما الطماطم تدبل. هنسيبها على النار زي ما انت شايفة كده الجمال. كده الصلصة معانا استوت والطماطم دبلت زي ما انت شايفة. نبدأ ننزل بقى بالتوابل، ملح وفلفل وكزبرة، ملح وكمون وكزبرة. هنبدأ نقلب الكلام ده كله، ننزل بقى بحبة الخضرة ونقلب برضو تقليبة. وبعد كده بقى هننزل بالفول بتاعنا، احلى فول هتاكليه يعني من ايديكي. وهنبدأ نقلب الفول كده تقليبة، ويبدأ ياخد غلوة في الصلصة الجميلة ديت. لو انت بتحبيه مهروس ممكن تهرسيه شوية. كده عملنا احلى طبق فول زي ما انت شايفة بالصلصة، حاجة كده تحفة تحفة، يعني تفتح النفس لو الواحد كده مش جعان. طبعا الأكلة دي بتأكل وهي اقتصادية جدا وموفرة، وزي ما انت شايفة كده حاجة كده تحفة تحفة. لو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.